13 نيسان، مين ما بيعرف هيدا التاريخ؟ نزلنا على الشارع تنسأل العالم شو صار ب 13 نيسان؟ شو صار بلبنان ب 13 نيسان؟ كان في خسوف. مش متذكر شو صار، بس قولي لي شو صار، لمحي لي. الحرب الأهلية. الحرب الأهلية شو صار؟ اختربت البلد، شو صار بده يصير؟ بلد اختربت وصار يعملوها طائفية وحزبية وصرنا من سيء إلى أسوأ يعني بهالقصة هذه. حتى ما بعرف أي الشياح وأي عين الرمانة. طبعا بداية الحرب الأهلية أكيد بوسط عين الرمانة، وبعدين يسار ويمين وحرب أهلية دمرت الوطن للأسف. طب بتعتقد رح تتكرر هيدي المأساة؟ إن شاء الله لا، في وعي هالأيام حقيقة، في وعي عن جميع الفرقاء. الحرب الأهلية مشكلة البوسطة وهيك، كان بابا صغير بعده ما بتذكر عنها شيء يعني. البوسطة، بوسطة العين الرماني مزبوط، قرروا يعملوا حرب بالبلد واخترعوا لنا هيدي البوسطة وصارت الحرب مزبوط. ولا اجى قرار دولي باشعال المنطقة عن طريق لبنان، هلا في قرار دولي بعدم اشعال لبنان، عشان هيك نحن مرتاحين شاعلينا بغير بلد. انفجارات وهالقصص ما بعرف. الله لا يعيدها. 13 نيسان جابت لنا الويلات ولعبت فينا الدول، وبعدين تصالحنا واكلنا القتله، وهلا عم نصلح بعدنا من 13 نيسان مشيوا 33 سنه. بتخيل انه الشعب اللبناني بيكرر هذا الشيء اللي صار؟ لا، اذا بيفهم ما بيكرر، واذا بدهم يلعبوا فيه يمكن يكررها مره وتنتين ثلاثه، بس الغبي ما بيكررها. نحن الشعب اللبناني مش غبي. عيب وحرام ده نموت ناس بدون ذنب، هدول تجار موت بيقبضوا ليموتوا الناس، ليه ما بيموتوا هن؟ ما عنده شيء يشتغلوه؟ يعني ذكرى فعلا الانسان بحاول يتناسيها ما بيقدر يتناسيها، تنذكر ما تنعاد، لان بدايه مأساة لبنان اللي بعد لحد هلا متواصله. رجعنا للارهاب ذاته، صار انه خربوا لنا حياتنا. هيدا اللي بدي اقول لك اياه، بس انخربت حياتنا نحن خصوصا الجنريشن تبعيتنا، وخربوا حياه اولادنا وبعدنا بذات القرف. شو بدي اقول لك؟ بتعتقدي ممكن تتكرر الحرب؟ لا، ما بتصور يعني. ان شاء الله لا، بس ما بتصور لا، لانه ان شاء الله نكون تعلمنا من بس انه ما معناتها انه عيشتنا صارت احسن يعني. ما في حرب بس عايشين. الله لا يعيدها. شو مأساة لبنانية كبيرة كانت، عالم راحت ببلاش، ما بتوصف يعني. بتعتقد انه ممكن تتكرر الحرب الأهلية بلبنان؟ لا ان شاء الله لا. العالم طيبة بلبنان حرام، بس بتمشي ورا المسائل الكبيرة بس، وان شاء الله ما يضلون هيك، ما يمشوا وراهم بقى، لانه هن اللي وصلونا ل 13 نيسان، وبعدها لحديت هلا العالم بتقول تنذكروا ما تنعاد، وان شاء الله ما بتنعاد. نحن مو لبنانيه. 13 سنة هي الحرب الأهلية اللي دفع لبنان طبعا ثمنها كتير غالي، قتلى وجرحى ومعوقين وخسائر اقتصادية كبيرة، كلفت اللبنانيين كتير غالي. هذه الحرب الأهلية حرب كانت حرب النظام الطائفي، إضافة إلى حروب الكبار على الأرض اللبنانية، على الساحة اللبنانية. هنا خط التماس، على يميني عين الرمانة وعلى يساري الشياح. المنطقتان وجهان لعملة واحدة، المواطن اللبناني والحرب الأهلية. في ظلام الليل، في ظلام الليل أناديكم هل تسمعون
شو صار بلبنان ب 13 نيسان؟ 13 نيسان صار في حرب الأهلية بين عين رماني والشياح، وبنتمنى بالايام هذا الجيل الاوعى صار، بتمنى ما تتكرر الحاله هاي. عرفت كيف؟ اللي خلفونا مع بعضنا ما عادش يصير يرجعوا عدوان. وهيدي هي. شو صار بلبنان ب 13 نيسان؟ صراحة ما بعرف. حرب الأهلية. حرب الأهلية؟ والله ناسي. شو بتعرف عن الحرب الأهلية؟ بعرف انه مسيحية واسلام واسلام. صارت الحرب الأهلية، الكتائب افتعلوا مشكلة مع بوصة فلسطينية وقتلوهم وادعوا انه هن قوصوا عليهم وهيك شيء، ودخلوا الخط صيدا هون، والدنيا كلها كانت فوضى وقتلة وجرحى وانفجارات وقنابل. بعتقد جيلي لا مستحيل يكرر، لانه ما حيصير في فتنة أهلية كرمال صار في احزاب وصار في وعي اكثر، قبل ما كان في وعي اكثر. نحن هلا بنتمنى انه هيدا الشيء ما يرجع، لان نحن هلا عايشين بين مسلم ومسيحي، بين درزي وسني، بين سني وشيعي. انا هون ابن هالمنطقه وهيدا بيتي. هيدا البيت اللي شايفتيه كان على الارض بالاحداث، رجعنا عمرناه. نحن ما بدنا بقى نحكي بالاحداث، ما بدنا اياها نهائيا. فنتمنى انه الشعب يوعى اكثر ويفهم أكثر إنه لا المسيحي بيلغي المسلم ولا المسلم يلغي المسيحي ولا الدرزي بيلغي حدا. نحن عايشين بنعمة بطوائفنا والحمد لله كتر خير الله. والويل لأمة تلبث مما لا تنتج وتشرب مما لا 13 نيسان انه تنذكر وما تنعاد، يعني حرب ولا كل الحروبه. يعني اول مره نحن بنحضر حروبات، يعني وعينا على الحروب. يعني شو بدي اقول لك، قتل وذبح وشو صار، شو بدنا نخبرك. يعني نروح على الحرش نلاقي ايدين واجرين مقطشه، نروح نلاقي دينين مقطشه، ننزل على البلد ما نقدر ننزل، بدنا نروح على المنطقه الشرقيه ما نقدر نقطع، طرقات كلها عنا مسكره هون كلياتها، هي كلها كانت بتاريس هون كلياتها، يعني ما نقدر نخطي خطوه لبرا. خيي قتل هون ومرت خيي قتلت قدام الباب، وكله يعني كلها ضحايا راحت هون، كلها راحوا بالمغليطه. يعني حرب اهليه مع بعضهم وكله عم بيصير مثل الاجرام، يعني اجرام، حدا بيقول لك حرب اهليه ببعضها. هيدي هي هون. يا بني أمي يا بني أمي، الحق الحق أقول لكم، وطني يحفظ. طالما في دولة وطالما في جيش سهران على هالموضوع، ما في أي إنسان بيتعدى على إنسان. الحمد لله كتر خير الله. طالما في جيش اللبناني نحن معه ونحن داعمينه، وإن شاء الله تنذكر ما تنعاد. وطني البني